السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده طاجنين حلوين جدا وما بياخدوش وقت خالص بجد، هينفعوا معاكي في سفرة رمضان. ويلا نشوف هنعمل العظمه دي ازاي. وفي الوصفتين دول او الطاجنين دول هستخدم نص كيلو لحمه، ودي الكوسه مقطعاها وبنقعها في ميه كده لو قعدت وقت طويل علشان ما تسمرش زي بالظبط ما بنعمل في البطاطس. وده بصل مفروم ناعم وصلصه. ويلا نشوف هنعمل ايه. في طاسه كده على النار وهضيف زيت وسمنه. اول ما يسخنوا هنزل بقطع اللحمه، هاخدها صدمه الاول على نار عاليه. لازم اللحمه تاخد صدمه الاول علشان تحبس كل السوائل جواها. واول ما اللحمه تاخد لون كده هعصر نص ليمونه، ما تخافوش خالص، دي بتبقى حلوه جدا وبتضيع اي زفاره في اللحمه. اول ما اللحمه تاخد لون كده هنزل بالبصل. في الوقت ده هشيل كميه اللحمه اللي هعملها في طاجن لسان العصفور، لان طاجن الكوسه لسه هضيف على اللحمه صلصه. اول ما البصلايه تبدا تدبل كده في اللحمه اللي هضيف عليها الكوسه، هضيف صلصه وهضيف لها ميه وهغطي عليها على ما تغلي، وهقلب اللحمه اللي هعمل بيها طاجن لسان العصفور. هضيف على اللحمه دي فلفل اخضر، ريحان عاملاه سبايسي علشان عايزه الطاجن سبايسي شويه، وهضيف عليه حوالي كوبايه ميه سخنه. واول ما تغلي كده هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها. وكمان الحله دي غليت هوطي عليها واسيبها تستوي. كده الصلصه نشفت باللحمه، هشوفها عملت ايه في السوا. اتقطعت بالمعلقه يعني استوت حوالي 3/4 سوا. في الوقت ده هزود لها التوابل. كمان اللحمه دي كمان نشفت، هضيف هنا نص مكعب خضار وهنا كمان نص. هقلب بس علشان البصل ما يتحرقش. وهضيف فلفل اسمر هنا وفلفل اسمر هنا. وفي اللحمه اللي بصلصه هضيف شعره كمون، وهضيف بابريكا للاتنين، وهضيف رشه جوز الطيب هنا وهنا، حاجه بسيطه بس كده تدي طعم. هقلب هنا كمان. وفي الوقت ده هضيف الملح، وبعدين هضيف ميه بتغلي. وهجيب زيت وسمنه تاني بس بسيط، وهحمر الاول لسان العصفور. نعلي بس النار يسخنوا الاول. اول ما الزيت والسمنه يسخنوا هنزل بلسان العصفور. طبعا انا معايره في الطاجن علشان ما يبقاش زياده قوي. كده خلاص لسان العصفور بقى جاهز معايا. يلا نطبق بقى الطواجن. اللحمه كمان جاهزه اللي بصلصه، واللحمه بتاعت لسان العصفور جاهزه. هضيف اللسان عصفور في الطاجن، وهضيف فوق اللحمه البصل، بس انا حاسه ان هو هيحتاج ميه تاني فهضيف له شويه ميه سخنين. وهدخله الفرن على طول. وهجهز طاجن الكوسه. وهضيف فوقها الصلصه باللحمه. هدخله الفرن هو كمان. وعلى ما الطواجن تستوي هعمل رز بشعريه في حله كده، وهضيف فيها زيت وسمنه. اول ما يسخنوا هنزل بالشعريه. اول ما الشعريه تاخد لون ذهبي كده هنزل بالرز على طول، واشوح فيهم حوالي دقيقه علشان الرز يتغلف بالزيت والسمنه. وهضيف الملح، وبعد كده هضيف عليه ميه مغليه، وهغطي
هغطي عليه، واول ما يبدا يتشرب ههدي النار خالص. ما شاء الله زي ما انتم شايفين طاجن الكوسه استوى، وكمان الرز بشعريه، وكمان طاجن اللسان العصفور. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الفكره بتاعتي النهارده متنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.